سعود. بص الكرة اللي فاتت دي وخرجت. التبديلات هنا مفتوحة، ده يخرج واللي بيراقب دايما، وزي ما احنا شايفين الحكمين واقفين على الخطين والتصوير، مفيش حكم جوه الملعب زي ما بنشوف في كرة القدم ال11. وادي على طول بيسدد الكرة اللي فاتت دي سعد كناية، انما فوق قدامنا اللاعب معاذ العسيري هو اللي سقط في اللعبة دي. وادي على طول التصوير ونص فقط من بداية اللقاء والتعادل بدون اهداف. وادي محاولة والتسديدة إدريس بيسدد على طول، انما الكورة فوق ونزل لاعبين. هنفضل كده طول ما احنا موجودين تبديلات. وادي الكورة مخطوفة والتسديدة وجول مردودة وجول بيسجل على طول اللاعب عبد اللطيف فاني اول الاهداف للفريق المغربي. 1-0. بص شوف الفرحة، فاتي عبد اللطيف فاتي اهو، بص عدى بشكل كويس. ادريس الفني صددها، بيصدها الحارس اسعد الحريف. وادي كابتن فريق المغرب المزراعي بيتلعب الكرة، انما ادريس على ركلة جانبية هوبا، والتسديدة بيسدد على طول اشرف سعود، انما خالد على طول. العيان بيلعبها لسعود، العيان مرة تانية والتسديدة، انما لمس ومردودة هوبا، خادعة ماكرة بيسجل منها وناس العيان الهدف الثاني للفريق المغربي، بيسجل الهدف الثاني، انما كرة خادعة ماكرة. بص يعني متشاطة بنقوله السهل الممتنع، استلم وحطها بشماله، خبطت في الحارس، خبط كرة من الكرات الصعب جدا ان انت تقول تيجي من هنا هدف، انما محطوطة سهلة جدا وعلى طول بالخداع. يمكن زميله قفل الزاوية وعلى طول الحارس ما قدرش يلحقها. وادي على طول مخطوفة، انما بعيدة قوي. الحارس بره، كمل للامام. وادي على طول ملعوبة، انفخ يا راجل، ما جاتش معاك، انما على طول، انما اتقطع ياخدها الفريق السعودي، المملكة العربية السعودية. ودي بتلعب للامام، تحرك هنشوف. وادي التسديدة، انما الحارس يلعبها اماميه، استلام رايح، انما على طول ترد وتخرج الى ركله ركنيه لصالح الفريق السعودي. يزيدوا بلاعب، انما تتخاطف، واعتقد سهله جدا انها هيبقى منها هدف، انما يرجع الحارس الله يا ولد حضن على الكوره وتخرج بره الملعب، وتبقى ركله مرمى، ركله جانبيه او ركله مرمى للفريق السعودي. والفريق السعودي محاولة للعودة للقاء. وادي الحارس هو اسعد، عاد مرة اخرى لمكانه، وادي الكرة الرأسية انما بعيدة عن المرمى المملكة المغربية. وادي خطأ مرة اخرى، والحارس يتصدى للكرة. اشرف سعود استفاد من الكرة ودخل وحب يسدد، انما بص ادي اشرف سعود اهو دخل وهوبا، انما يا سلام على اسعد يتصدى لفرصة هدف محقق. محاولة وانطلاق، ادي سعود بقدمه اليسرى مميز، وفرصة هدف تخرج بره الملعب لصالح الفريق السعودي. بص يا سلام على المهارة، عملها حلو، انما الدفاع قدر يقطع كورة. بص اشرف السعودي يا ولد مهاري، لعيب دايما كده. اللعيبه السعودي محاوله من اشرف اللي كان يدخل يضغط، انما على طول وهوبا التسديده، انما تخبط على طول وتتحول. شايف 4 للمنتخب المغربي، احد الاطراف. وادي التسديده ويمسك الحارس، الله مسكها على مرتين الحارس. وادي التسديده، نعود مره اخرى اكيد بقى في التوقف. وهادي في جول الثالث. بيستفيدوا من الهجمات الفريق المغربي. وادي على طول اللاعب ادريس الفاني بيسجل 3 الاهداف اهو، دخل عدى وسجل 3 الاهداف، بيصعب مهمة الفريق السعودي في هذه المباراة. بيتحرك بشكل كتير جدا، المبلغ منش المباراة، لكن بيبقى الفريق بيلعب ناقص لغاية دقيقتين او لو دخل فيه هدف.
محاولة انما على طول بيصد الحارس. دخل سعد كونية انما تصدى لها الحارس. فني الفريق السعودي عشان يعود للقاء، ودي كورة مخطوفة، اعتقد فرصة هدف، فرصة هدف يعزز موقف الفريق المغربي. عثمان بومزو في اول نقول ايه 10 12 ثانية تتخطف خطأ دفاعي، فغلطة نواف عروان تتخطف الكورة ويسجل منها. بص عروان لعبها والملعب فاضي، بادئين الشوط من غير حارس مرمى، وعلى طول ياخد الكورة ويدخل بيها الى المرمى. مرة تانية بيبحث الفريق السعودي عن التسجيل، نشوفها مرة تانية. لا ده الهدف اهو اهي، خطف الكورة وراح وسجل بومزو الهدف الرابع. مغربي على الفريق السعودي 24. وادي بيضغط، ادي ضغط وللمرة التانية خطأ وجول. هدفين من خطأين، وبرضك بومزو هو اللي بيسجل الهدف الخامس. عثمان بومزو 5. ادي اهو خطأ كمان، وادي الغلطة. شوف ادي اهو بيقع ويتكعبل في اللعبة فيصل السلطان. حب كده يعاد، هو اللي وقع، هو ضيع الكرة وبمنتهى السهولة يلاقيها ويسجل منها على طول عثمان الهدف. 5. الفريق السعودي بتدي فرصة للفريق المغربي ان يزيد من الاهداف، وادي محاولة التصويبة انما بيتصدى للكرة على طول الحارس رضا الخياري. والركلة الجانبية سعودية والتصويبة انما بجوار القائم بعيدة عن المرمى. يمكن مزراعي تلعب والتسديده انما على طول بجوار قدم اليسرى، ودي تمريره وتصويبه انما يطلع على طول الحارس. ودي الهجمه، نشوف بقى هل السرعه هتفرق مع الفريق السعودي. دائما بنقول الشوط مدته تلت ساعه ملعوبه. وادي على طول بيتصدى الكوره اللي فاتت الحارس، ونتيجه وزي ما احنا متابعين وزي ما احنا شايفين ومستمتعين، وشكل فيه جول اهو، هدف جماعي حلو قوي يدخل معاه يسجل تاني هدف له النهارده أناس العيان للفريق المغربي، كده بيسجل تاني هدف له في هذه المباراه. وادي على مرة تانية لسه فيها فرصة ومعها الحارس، يطلعها الحارس وترد وتخبط وتخرج بره الملعب، وتضيع هدف من المملكة المغربية. ادي على الارض الحارس عبد الله بيستلم الكرة. سعود مرة أخرى عدل الملعب، ادي سعود اهو، بص بيجري عرضي ازاي. سعود لعيب مهاري، لسه بقول لكم لعيب مهاري، وخدوا الكرة وحاططها هدف رائع. بيسجل سعود أول هدف له في هذه المباراة، وده الهدف السابع للفريق. بص شوف جه من ورا، هو اللي استلم الكرة وسلمها، ويا ولد على الركنة الحلوة. بص استلام قدمه اليسرى وتعود للحارس خياري. بص بيلاقوا بعض حلو قوي الفريق المغربي وبينقلوا الكرة. يا سلام على النقلات، يا سلام على الالعاب، ويدخل على طول الحارس كوردي ينقذ موقف مع فرقته. شوفوا الكرة بتتنقل ازاي، تك على طول على المرمى الثانية. ادي بص اشرف كل ما يتحرك يروح فين. الخطورة هنا، خطورة لمساته، خطورة الاسيست، عمل اسيست حلو قوي. يدخل يوسف جواد يسجل منها الهدف الثامن في هذه المباراة. قلت لكم هذه المباراة هنشوف فيها لسه، انما بص سعود عمل ايه في الكورة، خدها على طول من لمسة، اداها له قال له روح للمرمى، راح وسجل الهدف. الراجل ده ناخد بالنا منه، هو ده عمود الفريق اشرف سعود في مباراة مصر وموريتانيا. ادي اهي الكرة، وكل اصحاب المهارات يحبوا يلعبوا كرة الصلاة. وادي على طول سعود، بص شوف طلعت من رجله مدفع انما تخرج بره الملعب. بص يا دوبك اتزقت هوبا، حب يحطها كده تشيب انما تخبط وتخرج اهي بس. وادي تمريره سعوديه انما تنتهي على طول الخياري حارس مرمى الفريق المغربي، لا حرة والتصويبة انما يحط جسمه مع الكورة كوردي.